حسين 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 حسين. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم، ما خاب من تمسك بكم، أمنا والله من لجأ والتجأ إليكم. روحي وأرواح العالمين لك الفداء، يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبلو يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاده محمد محزونا، يوم به ازدلف الطغاة أمية، كي تشفينا من الحسين ضغونا. نادى لا هل من معين، نادى لا من معين، لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا. ولي فهوى على وجه الصعيد مبضعا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا. غريب الحسين، شوف قلوب الدنيا مكسورة اليوم، الدنيا كلها مجلبة بالسواد، صاير والي والي فهوى على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا تكفينا. وسرى بنسوتي على عجف المطار. هذه مصيبة أعظم، هاي المصيبة اللي تفطر قلب الحاضر الناظر. من هو المعزى؟ سؤال إليكم أيها المؤمنون هذه الليالي.
وسروا بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا بالفلا وحزونا أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا ويلي فغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي يبرش فيه مفتونا نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصا ينكت لؤلؤا مكنونا يا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته يا أخويا ذاك الوقت وجهي لطمته اي والله وصديت له بحرقه يا ولدت شلت يمينك يا ضربته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أطروا حناجركم بذكر محمد وآل محمد. حديث عنوانه الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج بين الولادة والإنكار، وذلك في مجموعة من المحاور. المحور الأول الموضوع والحكم. هنالك أمران يجب التركيز عليهما بدقة. تارة نحن نواجه حكما شرعيا من الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والحرمة، الاستحباب والكراهة والإباحة. عندما نواجه أي حكم في أي قضية من القضايا، سواء كانت القضية قضية خارجية أو أن القضية قضية حقيقية، عندما نحتاج إلى إصدار حكم معين لا بد أن نلتجئ إلى القرآن الكريم. إذا لم نجد الحكم صريحا في القرآن الكريم ننتقل إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، المتمثلة في قول المعصوم، فعل المعصوم،
تقرير المعصوم. عندئذ إذا وجدنا روايات أو رواية صحيحة نعتمد عليها دون معارض دون مزاحم، نستفيد أو نستنبط منها حكما شرعيا، فنقول الأمر الفلاني حرام، الأمر الفلاني حلال، القضية الفلانية مستحبة، القضية الفلانية مكروهة. يعني عندما نجد مثلا بعض الممارسات الموجودة عند بعض المصلين في أثناء الصلاة الركعة الثانية عندما يقنت بعد الفراغ من قنوته يمسح وجهه، هل هذا العمل ما حكمه؟ هل حكمه الكراهة؟ هل حكمه الاستحباب؟ هل حكمه الوجوب؟ هل حكمه الحرمة؟ نرجع إلى الروايات الواردة نستنبط حكما شرعيا، إما أن نقول هذا مكروه في الصلاة الفريضة، إما أن نقول غير ذلك. وعندما نلتجي إلى مطلق الدعاء وكذلك في النافلة نقول هذا أمر مستحب، بل ورد في بعض الروايات أن يمسح رأسه ووجهه وصدره. هذه القضايا هي التي تخضع إلى دليل صريح من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام. ولكن عندما نواجه أمرا يقال له موضوع خارجي، هذا الموضوع ليس بحاجة إلى رواية صحيحة على الإطلاق، وإنما نحن لإثباته علينا أن نعتمد على قول الثقة وهو كافي. وهذا هو المشهور عند الفقهاء وعند المحققين العظام، يعني مجرد قول الثقة يكفي في إثبات موضوع من المواضيع. الآن عندما نوضح هذا المعنى نصل إلى قضية ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج. هذه القضية التي ما زالت إلى يومنا هذا في دائرة التشكيك عند بعض من يتلبس بلباس العلم ويعتقد أنه يحسن صنعا، ولذلك لا يفرق بين الحكم ولا يفرق بين الموضوع وما نحتاج إليه في الحكم وما نفتقر إليه في الموضوع. وعندما يشكك في ولادة الإمام المهدي عجل الله له الفرج تسهل بعض القضايا عند ذلك بإبعاد الناس عن إمام زمانهم، وتسقط مجموعة من الآيات جارنا الله سوف يأتي إليها البحث إذا سنحت الفرصة بشكل سريع. المهم أمر على المحاور سريعا. قضية ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج، هل هي في سياق الأحكام الشرعية أم هي في دائرة الموضوعات؟ الحقيقة تقول ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج سهل الله له المخرج هي من الموضوعات، وإذا كانت من الموضوعات يكفي في إثباتها قول الثقة بغض النظر عن الروايات، ومع العلم أن عندنا مجموعة وكوكبة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. يعني في بعض الإشكاليات اللي سمعتها سبحان الله من بعض من ينتسب إلى الحداثة، وسوف يأتي إن شاء الله في الليالي القادمة محاضرة خاصة وهي عنوانها موقفنا من الحداثة، يرتبط بشخصية من العلماء أنه ألف كتابا وضعف روايات الولادة ولم يثبت إلا رواية واحدة صحيحة. هو رواية واحدة صحيحة كافي، يعني لو كان هذا يفتهم ودارس حوزة وعنده حصيلة علمية هي رواية واحدة كافي. الرواية واحدة كافي إذا كان حكم من الأحكام، الموضوع ما نحتاج إلى إحنا، يعني كافي رواية واحدة. ولو جاء بعد ذلك جاءت مليارات من الروايات هي ليس إلا مؤيدات، إنما في إثبات حكم من الأحكام
نحن بحاجة إلى رواية واحدة صحيحة. كيف وعندنا روايات صحيحة كثيرة؟ أستعرض بعضها. رواية يرويها الشيخ الصدوق في الخصال، وكذلك يذكرها في كمال الدين بسند هو من أعلائي في الواقع، إلى أن يصل السند إلى سليم بن قيس الهلالي إلى سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم فوجد الحسين عليه السلام على فخذه وهو يقبل ما بين عينيه ويلثم فاه، وهو يقول: سيد ابن سيد، وإمام ابن إمام أبو الأئمة، وحجة ابن حجة، أبو حجج 9، آخرهم هو المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية في الواقع توضح شيء معين، على أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ما رحل من الدنيا إلا وخلف خلفا، وإلا كيف تنسجم هذه الرواية والروايات الأخرى أيضا التي تقول الأئمة من قريش 12، أولهم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، آخرهم القائم المهدي المنتظر، اللهم عجل له الفرج. صلوا على محمد. الرواية الثانية وهو علي بن بلال يقول: خرج لي من الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قبل 2 من رحيله يؤكد إلي الخلف من بعده، وأيضا قبل مضي 3 أيام من رحيله يخبره بالخلف من بعده. الرواية الثالثة أبو هاشم الجعفري يلتقي مع الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: يا ابن رسول الله، جلالتك تمنعني من السؤال، يعني هيبتك وقارك. فيقول له: سل يا أبا هاشم. فيقول: إذا حدث فمن الخلف من بعدك؟ فيقول له: الخلف من بعدي محمد بن الحسن. قال: أين أجده؟ قال: تجده في المدينة. وهذا ما نسمعه إن شاء الله بعد يوم في حديث الندبة، دعاء الندبة يوم الجمعة: أبي رضوى أو غيرها أمدي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. الرواية المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: وما ب30 من وحشة ونعم المنزل طيبة. يعني هاي الرواية تؤكد أن منزل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة. زين، بعد هاي الروايات احنا نجي إلى قول الثقة كافي. كيف يعني؟ لدينا الشهرة المديدة الطويلة، الشهرة التي تثبت العلم الوجداني. جل علماء الشيعة كابر عن كابر من عصر الشيخ المفيد على الله مقامه إلى مراجعنا العظام في هذه الحقبة الزمنية، كلهم يؤكدون ولادة الإمام المهدي المنتظر. أضف إلى ذلك من رآه وشاهده من العلماء الأعلام يعجز النقل عن نقل قصصهم الموجودة. هذا اللي وصلنا، وإلا أكو ناس اليوم يلتقون مع صاحب العصر والزمان ما يحجون. يعني نفرض أحد المؤمنين الحاضرين الجالسين لو حدث معين والتقى بصاحب العصر والزمان، ليس من الضروري أن يأتي ويخبر الناس، ولعله إذا أخبر الناس على نكبة أن هذا مفتري كذاب يصير له مشكلة. فإحنا القصص التي وصلت إلينا وأخبرت أن أناسا من العلماء الأجلاء التقوا بصاحب العصر والزمان، هنالك بعض الأحداث حصلت. يعني أضرب لك مثل بسيط: قضية المقدس الأردبيلي
رضوان الله تعالى عليه ولقاؤه المستمر بمولانا صاحب العصر والزمان. لولا في تلك الليلة كان أحد التلامذة يمشي خلفه لما وصل لنا هذا الخبر، وأكد عليه أن لا يخبر أحدا إلا بعد رحيله. يعني هاي القصص اللي جابها الشيخ النوري وطبعت في كتاب بحار الأنوار ليس إلا حدث هو الذي جلب لنا هذه القصص، وإلا هنالك آلاف وعشرات ومئات القصص ومئات الآلاف يمكن ملايين القصص أيضا، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود ويلتقي به. ولذلك الروايات تقول، يعني عندما نسمع روايات عثمان بن سعيد الرجل الجليل القدر الذي كان هو محطة للثقة والإكبار والإجلال من الأئمة عليهم السلام، العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان فاسمع لهما وأطع. عثمان بن سعيد ليس شخصية عادية. إذا كان المعصوم يقول هكذا، المعصوم ينزل عثمان بن سعيد منزلة الإمام إلا في بعض الخصائص، يقول فاسمع له وأطع. هو بمنزلة مني، هو نفسي، هو روحي، هو عيني، هو كذا، إلى أن يصير بعد ذلك السفير الأول إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج، وهو يقول إنه ليحضر الموسم في كل عام، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. رواية أخرى أنه إذا خرج المولى صلوات الله وسلامه عليه كل يقول قد رأيته، يعني مشاهدة الإمام موجودة. زين، نخلص من هذا المحور ننتقل للمحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثاني القضية هي قضية ابتلاء. يعني نحن في الواقع عندما نستمع إلى بعض من يدعي العلم أو يتصور أنه وصل إلى مراحل علمية ويشكك في ولادة صاحب العصر والزمان، ويشكك أيضا في رؤية المولى صلوات الله وسلامه عليه، القضية هي قضية امتحانية، يعني القضية مو قضية جديدة. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يتكلم مع زرارة، لاحظوا أحبتي كم أن قضية المولى المهدي بأبي وأمه هي قضية مفصلية، وهي قضية مصيرية، وهي قضية شغلت الأنبياء والرسل والملائكة والأئمة قبل ولادته، والأئمة يتحدثون عنه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينكت الأرض يفكر في الإمام المهدي، ينكت الأرض أمير المؤمنين، يسأله بعض أصحابه مما تفكر يا أبا الحسن؟ قال أفكر في ولدي المهدي، إلى أن يأتي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويطرح القضية سبحان الله اللي احنا نعيشها كل عام وكل يوم في سبيل الدفاع عن مولانا صاحب العصر والزمان. هاي المحاضرة هي أول محاضرة عنه لكي تكون المجالس مقبولة عنده وموفقة ومسددة بحضوره وعنايته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتكلم مع زرارة يقول يا زرارة يا زرارة، يشككون في ولادته، فمنهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول مات وهو حمل، يعني في بطن أمه، يعني بعد لم يخرج إلى الوجود، يعني مات الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والإمام المهدي المنتظر لا يزال حملا في بطن أمه. ومنهم من يقول لم يولد، ومنهم وهكذا، ثم يقول هذا هو الابتلاء وهذا هو الامتحان، إلى أن يبلور الإنسان المؤمن من غيره. هذا الذي صدرنا المحاضرة بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
إذن هي المسألة مسألة ابتلاء، مسألة امتحان. ليش امتحان؟ لأن دولة الحق، دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج، هي أعظم دولة في تاريخ الكون. يعني لا توجد دولة أقدس من دولة صاحب العصر والزمان. احنا الآن عندما نتكلم عن دولة نبي الله سليمان وذو القرنين وغيرهم، ليس شيئا في قبال دولة المولى صاحب العصر والزمان. لذلك المولى ينتظر الصفوة من عباد الله. نحن عندما نسلم على الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. عادة الامتحان يحصل بعد الخلق، ولكن عندما نجد الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها امتحنها الله قبل الخلق. ليش؟ لأن مقاماتها موجودة. ما حصلت الصديقة فاطمة الزهراء على هذه المقامات العظيمة هكذا، لأنها تحمل أسرار المولى تبارك وتعالى. ومن هنا مرت بامتحانات وهي في عالم الأنوار. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. وهي في عالم الأنوار مرت بامتحانات، وهي في عالم الأرواح مرت بامتحانات، وهي في قوالب الذر مرت بامتحانات، وهي في أصلاب الرجال مرت بامتحانات. وإن كان عندي وقفة، أنا ما أعتقد أنها مرت من الأصلاب، هذا مسامحة تعبير. ولذلك سبب عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك السماوات العلى ليجلب نور فاطمة. فاطمة ما مرت بأي صلب، ولكن مسامحة مع التاريخ والمؤرخين والرواة، لكن في الحقيقة لا يزال نورها صلوات الله وسلامه عليها منذ أن خلقها الله في ذلك العالم عند بطنان العرش. النبي صلى الله عليه وآله صعد إلى السماوات العلى. المهمة الأساس في قضية المعراج هي أخذ نور الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأخذ هذا النور ليضعه فقط أمانة كان عند النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ما أتصور أحبتي أن هنالك شخصا من العلماء، من المحققين، من المراجع، من المجتهدين، من الأولياء يستطيع أن يفهم فاطمة الزهراء أبدا. وهذه رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فطم الخلق عن معرفتها. النبي صلى الله عليه وآله فقط لحظات أخذ هذا النور أودعه في خديجة، وما أدراك ما خديجة، ولا يتوسع البحث أرجع. إذن نحن في أمام امتحان صعب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أوضح القضية. هذا إذن إذا كنا نحن في امتحان، علينا أن نفوز في هذا الامتحان، وعلينا أن نقف على أرض صلبة بأن هنالك إمام موجود ومولود ويعيش ويدب على الأرض بأبي هو وأمي. المحور الثالث، المحور الثالث قضية خلافة الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إني جاعل في الأرض خليفة. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم على نبينا وعليه آلاف التحية والسلام، أوجده على وجه الأرض خليفة له. كيف يستطيع أن يكون آدم خليفة لله؟ لا بد أن يعرف أمورا ويصل إلى كمالات كبرى لم يصل إليها أحد. ومن هنا لما اعترض الملائكة على الله تبارك وتعالى كيف يجعل آدم عليه السلام خليفة ولم يجعل ملكا من الملائكة خليفة، هذا سؤال جذري ومهم. لأن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا المحور الأساس. المسألة امتحان بسيط وسهل. من الملائكة استطاع أن يجيب على هذا السؤال؟ أنتم اعترضتوا الآن، اعترضتوا على الله.
حوار كلش لطيف. وحقيقة هاي الآية القرآنية تفيدنا إذا كان الله تبارك وتعالى إنجاز القول يحاور إبليس، وإبليس أيضا يقول له أنا عبدتك سنين طوال 4000 سنة فقط أنا ساجد إليك سجدة واحدة، كيف تطردني الآن؟ قال له أنت شو تريد؟ قال أنا أريد أعيش. وش وقت تعيش على وجه الدنيا؟ قال أريد أعيش إلى يوم القيامة. قال له لا، أنا راح أخليك تعيش بس إلى يوم الوقت المعلوم. يعني هو يوم الوقت المعلوم خروج المولى صاحب العصر والزمان، بعد من يخرج المولى إبليس يحترق، ينتهي ما له وجود على الإطلاق. إذا كانت هذه اللغة الجميلة لغة الحوار بين الخالق تبارك وتعالى وبين أشرس وجود يقال له إبليس، احنا اليوم ما نقدر نحاور جماعتنا. شوف شلون الكارثة، ما تقدر تحاور انت طرف آخر. يعني إذا كان هو يمتلك فكرة معينة عالقة في ذهنه، لو نزل جبريل على وجه الأرض وشهد إليك يمكن يكذب جبريل. واحنا نشوف الحوار موجود بين الله وبين إبليس، أيضا الحوار موجود بين الله وبين الملائكة. أنتم مو تعترضوا؟ زين تعترضوا، زين هذا اعتراضكم شو يساوي؟ أنا أسألكم سؤال فقط، عندي أسماء أريدك تنبؤوني بها، من عندكم يقدر؟ كلكم ما عرفوا، كلهم ما عرفوا إلا آدم. آدم أنبأهم بأسماء هؤلاء. منهم هؤلاء؟ عرضهم منهم عرضهم دولة. وإذا تجي أنت تشوف بعض الأحيان ترهات موجودة في كتب التفسير، القضية واضحة أن أهل البيت عليهم السلام هم الأسمى بأبي وأمي، لأن آدم عليه السلام استطاع أن يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، لذلك الله تبارك وتعالى جعله خليفة. كيف يعني خليفة؟ يعني هو مظهر لأسماء الله، مجلى ومرآة لصفات الله تبارك وتعالى. الرحمن تجد هذا الأمر موجود في آدم، الرحيم تجد في آدم، وهلم جرى من الصفات والأسماء، لأنه أصبح مظهرا لذات الله تبارك وتعالى، مرآة لذات الله، مجلى لذات الله، لأسمائه وصفاته. الله جعله خليفة على وجه الأرض. نحن الآن نسأل هذا الخليفة يعني انتهى؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، شنو معنى؟ راح انتهى يعني؟ أم لا، قضية الخلافة هي مستمرة. خلينا نفكر شوية، نجي إلى الآية القرآنية إن تفيد التوكيد. زين أيضا جاعل صيغة فاعل من جعل فعل متعدي يأخذ مفعولين، يعني مش رب الاستمرارية. الخلافة موجودة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، ما دام الناس موجودين، المكلفون موجودون على وجه الأرض يحتاجون إلى خليفة. هذا الخليفة أيضا يصل إلى مراتب من الكمال القصوى، لن يصل أحد ينازعه في هذه المقامات. الله تبارك وتعالى يجعله خليفة، جعل آدم خليفة وجعل من بعد خليفة. كيف إذا كانت الآية القرآنية تفيد الاستمرارية، إني جاعل في الأرض خليفة، كيف ينقطع الخليفة؟ لا بد من وجوده. هنالك آيات أخرى، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، بإجماع المفسرين إنما أنت منذر إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكل قوم هاد نزلت في أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو هذه الأمة. وهذا شيء عجيب وغريب، يحتاج من أهل الفكر وأهل المعرفة الحضور أن يفكروا ليالي وأيام. أليس النبي صلى الله عليه وآله هاديا؟ لماذا خصوصية هنا للأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني جاءت بأداة الحصر إنما، وخاطبت النبي صلى الله عليه وآله إنما أنت منذر، بعدين قالت ولكل قوم هاد.
ترجع إلى كتب المفسرين من المذاهب الإسلامية يقولون لا بد في كل زمان من إمام يهدي الأمة ويبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. أما الأئمة عليهم السلام هكذا يقولون: هي منا ولا زالت فينا إلى يوم الساعة. يعني هي موجودة في أهل البيت، وهذا طبيعي، ما نقدر نجعل في غير أهل البيت. ليش؟ لأن الهادي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذه آية لازم نفكر فيها أيضا. أعتقد اليوم يعني التفاسير الموجودة ما تشبع نهم الباحث، ما أقدر أقول كلها، يعني أكثرها. وإلا عندما نجي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ما المراد بالأمر هنا؟ ما المراد بالأمر؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هل هو الأمر التكويني؟ هل هو الأمر التشريعي؟ ما المراد بالأمر هنا؟ وعندما نفكر لماذا أصبح الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج باسم صاحب الأمر؟ ليش هذا ما صار عند غيره أعظم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافر الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. عذرت فيك لمن غلا إحياؤك الموتى بإذن الله. قيد احترازي. زين لماذا أمير المؤمنين هذه الأبهة وهذه العظمة وهذا الكيان الضخم ليش ما لقب بصاحب الأمر؟ الحسين سر الله. الليلة كلكم نظرتم وتنظرون في التسجيل إن شاء الله إلى تبديل راية طلب الثأر إلى راية الحزن والأسى. هذا السيل البشري منين جاي؟ يبقى الحسين عليه السلام متألق ويبقى صوت مدوي إلى يوم القيامة. سر الله الحسين، لماذا لم يقال له صاحب الأمر؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كل سور الموجبة الكلية، يعني في كل زمان هنالك هاد. أين هو هذا الهاد؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، سور موجبة كلية، عشرات الآيات كلها تصب وتؤكد على أنه لا بد من وجود إمام. وإذا كان لا بد من وجود إمام، إذن وين هذا الإمام؟ وينه؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أريد من الأحبة أن يفكروا عندما يسمعوا قول زيد وبكر وعمر، لا تطربهم الأسماء ولا الألقاب، إنما عليه أن يفكر ويسمع الرأي الآخر. حقيقة لا بد من الإذعان بها، وجود إمام معصوم على وجه الأرض بأي شكل من الأشكال. زين، الآن ننتقل إلى محورين باختصار بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كما بينت في أول محور، ولادة المولى صلوات الله وسلامه عليه هي موضوع. هذا الموضوع نحتاج إلى خبر الثقة. عندنا من الثقات لا إحصاء لهم. عندما نرجع إلى قضية الولادة، إقرار الولد للفراش وللعاهر الحجر. الإمام الحسن العسكري أقر بأن له ولد. عندما نرجع إلى علماء الأنساب نذكر 3 منهم على سبيل المثال، وهؤلاء يبدو ليسوا لهم بالتشيع لا من قريب ولا من بعيد. الفخر الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 هجرية في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبيين
عندما يذكر الأئمة يذكر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول وله ابنان وله بنتان، أما الابنان فالمهدي المنتظر. ينص بهذا النص. المصدر الآخر أبو الحسن الزيدي الحسيني اليماني يذكر في الشجرة التي رسمها، هنالك شجرة رسمها لأهل البيت عليهم السلام، إلى أن عندما يذكر الإمام الحسن العسكري ويرسم الفروع الأخرى يذكر صاحب العصر والزمان وهو يقول إمام الشيعة المنتظر. المصدر الثالث لعماد الدين الإصفهاني في القرن 11 من أعلام القرن 11 في كتابه المعروف زين، يتحدث هناك في علم النسب، ثم يذكر في صفحة 109 الإمام المهدي المنتظر. هؤلاء علماء الأنساب ذكروه بأنه ولد وموجود. زين، المحور الأخير بشكل سريع جدا قضية نقدر نقول يعني نمط ولادة صاحب العصر والزمان. نمط ولادة صاحب العصر والزمان أشرب فيه السرية، يعني هي الولادة هذه أشرب فيها في نمطها في منهجيتها في تاريخها السرية والكتمان. إذا كان الأمر كذلك زين، احنا يعني إذا 1 2 خبرونا زين، لأن هي المسألة هي سرية. يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كتموا على الأمر أشد ما يكون الكتمان، مثل قضية الآن فضائل أهل البيت عليهم السلام، ممنوع إذاعة أسرار أهل البيت. يعني تصوروا شيء بسيط وهو الخاتم الحديد الصيني، خاتم حديد صيني، الإمام سلام الله عليه يذكر خصائص هذا الحديد الصيني ويذكر ما يكتب عليه من فوقه ومن تحته ومن جوانبه، ثم يقول هذا سر من الأسرار لا تذيعوه. مولانا الإمام الكاظم عليه السلام يسأله بعضهم عن مسائل الحيض، يدعوه إلى منى، يأتي ليلا ثم يخرج الإمام الكاظم عليه السلام ليبحث يمينا وشمالا شرقا وغربا هل هنالك شخص يتجسس عين على الإمام أو لا، ثم يخبره عن حكم. إذا كانت فضائل أهل البيت أيضا فيها أشكال مأخوذة في نمطها على كتمان، وهذا ما نعبر عنه في الدراسات العلمية بالتقية الكتمانية، أن أسرار أهل البيت لا تذاع، كيف بالإمام المهدي؟ هو ولادة الإمام المهدي المنتظر مأخوذ فيها هذا اللون من السرية والكتمان. فإذا وصلت إلينا هذه نعمة من نعم الله، لكن بغض النظر عن هذا لا يوجد إمام من أئمتنا فيه نقص أو عيب على الإطلاق. الله تبارك وتعالى أعطى الأئمة عليهم السلام كل خير وكل بركة، لم يجعل أحدا منهم عقيما، ولم يجعل أحدا منهم فقط ينجب البنات، وليس عيبا في البنات. نبي من الأنبياء كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه بنتا من البنات، إنما إذا نتبع سيرة المعصومين نجد الولد والبنات. وطبيعي أن الإمام الحسن العسكري بالملازمة لا بد أن يرزق ولدا، وهذا الولد هو من يسمع صوتي ويرى مكاني، وهو المعزى في مثل هذه الأيام، وهو الحاضر في كل مجالس أبي عبد الله. إن شاء الله تكون كل المجالس مأخوذ فيها الرضا والقربة والتوسل إليه. شوفوا الآن اللون شلون، هذا لون في قضية الإمام المهدي المنتظر. اللون الآخر ولادة الإمام الحسين، شوف الفرق. ولادة الإمام المهدي مأخوذ فيها السر والكتمانية، ولادة الإمام الحسين أشرب فيها الحزن والأسى. عادة الإنسان إذا أخبروه بشروه بمولود جديد يستبشر ويفرح ويستأنس. النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه يبشروا بولادة الإمام الحسين، وما أدراك ما الإمام الحسين. ولكن عندما أخذه
النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه نظر إليه اختنق بعبرته ما تمالك حتى أذرف الدموع على وجنتيه. مولود جديد يقلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه طرفا بعد طرف إلى أن يشمه في نحره ويأخذ بالتقبيل فيبكي. حتى الرواية اللي جبناها بالمحاضرة عندما يقول سلمان المحمدي يقول رأيته يقبله بين عينيه ويلثم فاه، يعني فم المقدس. فتنظر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تجد النبي الأكرم لم يكن فرحا بقدوم الحسين، وإنما كان حزنانا حزنا باكيا ناحبا. مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يجري على الحسين يوم عاشوراء، كأني بالحسين عليه السلام مطروحا على رمضاء كربلاء بلا ناصر ولا معين. ما الذي يجري عليه يا رسول الله؟ قال يصعد عليه شمر بن ذي الجوشن، وهي الأبيات اللي راح نسمعها يوم الخروج. زين وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسينا وحسينا وحسين. أخذت مولاتنا فاطمة الزهراء بالبكاء والنحيب، ساعد الله قلبها ممتحنة من ذلك العالم إلى آخر العوالم. ولذلك هذه الأيام أحبتي أيام حزن وأسى. يروي الإمام الكاظم عليه السلام عن الصادق: لا يزال الحزن يأخذ أهل البيت، يدخل أبو إسماعيل الحميري وقيل غيره، قيل جعفر بن عفان، يدخل على الإمام الصادق عليه السلام في مثل هذه الأيام. هنيئا لكم. فيجد الإمام الصادق عليه السلام وضع رأسه بين ركبتيه حزنا وقد تجلبب بالسواد. قال يا قائلا يا إسماعيل هذه أيام حزن وأسى علينا، كما قال مولانا الإمام الرضا. وأرجع إلى الإمام الصادق يقول إمامنا الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. كلمات عظيمة، يعني من كثر البكاء تقرحت الأعين. أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا العزاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، ولمثله فليندب النادبون. صح ونادي وغريبا، رحم الله من نادى وحسينا. ثم يصعد إسماعيل الحميري يقول: وضع الإمام الصادق عليه السلام سترا بينه وبين أهله. صاح مرور على جدث الحسين فقل لأعظمي الزكية يا أعظما لا زلت من وصفها ساكبة روية. وإذا مررت بقبره فاطل بي وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة التقية كبكاء معولة يوما أتت لواحد المنية. يقول إسماعيل الحميري: ارتفع البكاء والنحيب من وراء الستر. نظرت إلى الإمام الصادق عليه السلام بل لحيته الكريمة بدموعه وهو ينشج ويصيح: وجداه وحسينا. خلينا نشوف أيضا سيد باقر الهندي رحمه الله صاحب القصائد الخالدة،
يقول لما نظمت تلك القصيدة: كل غدر وقول أفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير، يقول: رأيت الإمام المهدي المنتظر بأبي وأمي الغدير يوم العيد الأكبر وهو متجلبب بالسواد، عمامة سوداء، قباء أسود، عباءة سوداء. قلت له: سيدي مما بكاؤك؟ ليش تبكي أنت؟ يقول: أبكي لمصيبة أمنا الزهراء. اي والله، لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد يوم الأحزان بيت السرور. يعني شلون؟ يعني ردت أضلع الزهراء، ولذلك من تلك الأضلع ردت أضلع الحسين يوم كربلاء، وهو الذي يصور لنا هذا المشهد الإمام المهدي المنتظر. يقول: فهويت يا جداه إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها ويعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك تدير طرفا خفيا بين أهلك وذويك. لكن من هو المعزى؟ نريد نسجل اسمنا هذه الليلة. هي مولاتنا الزهراء، كانت مع الإمام الحسين منذ ولادته إلى استشهاده. يقول من يقول من المؤرخين: لما جاء خولي بن يزيد الأصبحي برأس الحسين عليه السلام ووضعه في ذلك المكان، خرجت زوجته تقول: رأيت نورا منه إلى عنان السماء وهنالك الطيور تحلق، وسمعت صوت امرأة تنادي: بني حسين قتلوك، بني حسين قتلوك، ومن شرب الماء منعوك. ويلا ويلا اليواسين يشيع على حسين وأولاده ورضيعه، وبن والد عين الطليعة، وابو فاضل جفوفه قطيعة. اي والله ابو فاضل جفوفه شفوفه قطيع. وانا وين اليواسيلي بدمعته على ابن الذي حزوا رقبته. اي والله وتمت 3 أيام جيث أنا الوالد المذبوح بيلها، طول الدهور ما قال حزينها، مصيبة وشيب الطفل منها، وويلا 70 جثة بدور جنها، بالمعركة ما حد دفنها. أفاطم لو خلت الحسين مجدلة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين